دكتور محمد. ايوه. زي حضرتك. ازيك، اتعرف بيكي؟ نسمع ليه؟ يعني بتعمل مداخلات مع أي حد؟ اه، بعمل طبعا مع اي حد. اه، تمام. طيب يا دكتور، أنا اسمي نسمة وكنت متجوزة. تمام. كام سنة؟ آه 27. تمام. انت منفصلة دلوقتي؟ أيوة طبعا. معاكي اولاد؟ اه، معايا بنت. ربنا يخليك. شكرا. انت منين يا نسمة؟ أنا من حلوان بس أساسا يعني دلوقتي في اسكندرية. تمام. فكنت متجوزة. مم. بعد كده جوزي ده اديته كل حاجة. تمام. يعني كان أساسا مش بيصرف عليا، كنت أنا اللي بشتغل وبصرف وأنا اللي بجيب كل حاجة. لدرجة يعني إن هو قال لي هو أنتي بتعملي كده ليه معايا؟ المفروض ست بتعمل كده. تمام. آه كان بيخوني، كان بيكذب، مم. كان مم. بيعمل كل حاجة. مم. دلوقتي هو جاي بيندم أو مش بيندم أو أنا شفت بعناية وهو بيعيط. مم. ارجعي لي وهتغير. بس مم. هي دي قصتي. مم. شغلي الحمد لله كويسة فيه، أهلي بيحبوني وأنا بحبهم، ما عندهمش أي مانع من إن أنا اتطلقت. يعني مم. مديني الحرية الكاملة، فاهمني؟ مم. مشكلة بقى جوزي ده بصراحة، بس هو أساسا الصراحة وأنا أحكي لك على كل حاجة، هو مم. أساسا شغال في كباريه أصلا، مطرب. تمام. شارع الهرم. تمام. كبارات بتاعت شارع الهرم دي وكده. تمام. بس يا دكتور محمد، فعلا أنا في حيرة. تمام. هو انت لما اتجوزتي جوزك كنت بتحبيه؟ بس أنا كنت بحبه لدرجة أساسا إن أنا جبت كل حاجة وقلت مم. لأهلي هو اللي جاي، فاهمني؟ مم. إيجار شقة أنا اللي كنت بدفع حاجة، أنا اللي كنت جايبة أكل وشرب مم. أحسن. يعني أنا بحكي مش إن أنا مم. بشكر في نفسي. أنا ممكن أخليك تكلمه ويقول لك أيوه الست دي عملت معايا حاجات كتير. مم. لدرجة صباعه كان بيوجعه. مم. أنا ما عرفتش أنام لما رحت كشفت عليه، خليت ماما حجزت لي عند دكتورة عندنا في حلوان، أنا كنت قاعدة في الهرم. مم. خلي بالك، قصة ما يصرفش دي انت ما اكبر كانتش غلطة. هماني. أقسم لا بالله ما كانتش لا 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 هماني. لا، انت اكبر غلطة ان انت اللي كنت بتصرف في البيت. كده انت ما حسستهوش بان هو شايل المسؤولية. وهو ده غلط جدا على فكرة، ان الراجل يقعد والست تصرف عليه، او ان الراجل يكون بيشتغل وبيضيع فلوسه على حريم تانية بره او على ما ناس أنا هقول تانية لك او قصة إن نزواته هو بره. أساسا. ما أنا هقول مم. لحضرتك حاجة يا دكتور محمد، هو أساسا طلع متجوز ومعاه ولد وبنت. تمام. وطلع ضحك على بنت، أنا أحكي لك كل حاجة. لا، واحدة واحدة بص. بس، واحدة واحدة. حاضر. هو طلع متجوز وانت ما تعرفيش؟ لا، لا، ايه؟ مش عارفة. أنا كنت أساسا بصور في مكان في اسمه بريزيانا بتاع الفنانة اسمها لوسي. تمام. تمام. فهو كنا قصد كده مع بعض بنات وشباب، وكنا بنغطي يعني الخبر وكده. مم. فبعد كده هو كان بيغني وكده، جه يتكلم معايا وكده. اتكلمنا مع بعض شوية، حبيته. ممكن اقول لك حابين او كذب، يعني لو انا قلت لك حابيني حابينيش على فكرة. تمام. بس هو لقى بقى ان انا مش من المجال بتاعه، اول مرة يشوف حاجة نظيفة. تمام. فاهمني؟ تمام. فقال لي انا عايز اجي لاهلك وكده والكلام ده. قلت ماشي. مم. بس ظروف مش ظروف، انا لدرجة ان انا حبيته وعملت كده. المهم بقى طلع فيه الغاز وحاجات كتير قوي. مم. طب وانت لما جيتي اتعرفتي عليه ما قالكيش ان هو كان متجوز وعنده عيال؟ لا 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 طب وانت فترة خالص. الخطوبة قعدت قد ايه؟ يعني حوالي مثلا سنتين. طب وفي خلال السنتين دي ما اكتشفتيش ان هو متجوز؟ لا، او ما اكتشفتش اي حاجه. بص كنت بحب لدرجه مش شايفه حاجه، مش شايفه مم. حد، مش شايفه حاجه. ولا شكيتي ان هو متجوز ومخلف؟ طب ولما كان بيبات خالص. معاكي، لما انتوا اتجوزتوا رسمي؟ خالص عمره. اتجوزتوا ايوه. رسمي؟ ايوه طبعا صراحه هو عمل فرح كبير في محل كبير في شارع الهرم برضو، جاب صحابه واهله جم؟ وانبسطوا كده. واهله اه جم؟ طبعا جه خاله ومامته. خاله ومامته ومرات ووالده؟ خاله. لا هو بابا متوفي. بس بصراحه عمره ما بات بره. يعني هو ما كانش بيبات مع مراته لا الاولانية؟ لا يعني خالص. ما هو كل البيات كان بيات عندك انت؟
الحقيقة طيب فأنا قلت له ازاي انت ما اكتشفتي. بتخرجش؟ قال لي انا مش عاوزها ومش قابلها ومش بحبها. تمام. وده انا اتأكدت منه فعلا هو. قال لك امتى بقى ان هو متجوز ومخلف؟ آه، اقول لك انا، فانا جات له رسالة على التليفون. مم. ما هو انا انت اللي ممكن اكتشفتي مش هو اللي قال لك؟ لا لا، ده هو اللي قال لي. بعد طبعا ما جات لي حبلتي وخلفتي وكل الكلام ده. جات له رسالة من بنت، هو شايف نفسه شوية مع انه مش حلو خالص على فكرة، بس بقى مم. بيضحك على البنات شوية. ما في قصة تانية انا احكيها لك يا دكتور محمد. مم. اللي هو اللي هو ضحك على بنت مم. وجاب منها طفل. ده غير مراته الاولانيه او وغيرك انت؟ او تمام. حاجات مش تبع والولد عيلتنا اتكتب اصلا. باسمه، اه طبعا طبعا انا اللي وعنده عملت كده. اولاد، وعنده اولاد من الزوجه الاولانيه، ايوه وعنده طفل منك انت. انت دلوقتي مشكلتنا دلوقتي في ان احنا نرجع له او ما نرجعلوش، صح كده؟ صح، يا ريت يعني. ما ترجعلوش. ده بجد. اه طبعا. اوعي ترجعي له، عارفه ليه؟ قول لي ليه يا عشان دكتور؟ ده راجل كداب. ويا انا ريت حضرتك. اصلا قدر ان انت لما عرفت ان هو متجوز بطل يخونك وبقى قد مسؤوليه. لا خالص. بالعكس. يعني صح. هو برضك ما قدرش ان انت عرفتي وسكتي، وما قدرش ده. فانت تهدي كده خالص وتستعيذي بالله وفكري. ما تفكريش بقلبك، فكري بمخك، ان ده راجل كذب عليا وراجل مش قد المسؤوليه. فانا حضرتك طب كرأيي. يا دكتور ابعد ازاي؟ لا تبعدي ازاي؟ انت اصلا كده كده بعيده، انت منفصله صح؟ ايوه. انت كده كده بعدتي. انت بقى ما ايوه. تقربيش، كل ما تقربي زي ما بقول لك حطي الحاجات الوحشه اللي هو عملها في كفه، وحطي وحياة الحاجات. ربنا بجد بعمل كده، بجد حضرتك انا بعمل كده الكفه اللي فعلا. عمل فيها حاجات وحشه هتغلب ايوه. الكفه اللي انت بتحبيه فيها او عايزه ترجعي له فيها. فنصيحه ليكي، ابعدي عنه. وما تفكريش ان انت تكلميه، سيبيه بقى لبيته ولمراته والقصص والحكايات ولكل دنيته. وانت بقى خليكي في بنتك وفي شغلك وفي مستقبلك. ممكن تعرفي راجل يعني يقدر ان انت جدعه وطيبه وقد المسؤوليه زي ما هو هيبقى قد المسؤوليه. مش كل الرجاله وحشه، زي ما مش كل البنات وحشه. فاهمه قصدي؟ والله يا دكتور كان نفسي في حد. مش مم. مشكلة ان انا اشتغل واعمل كل حاجة، بس يبقى حنين بس يقدر وكويس ده معايا. حتى، ويعني انا بعمل حاجه هو يعمل اتنين، لان ده اه حياة الطبيعي بتاع ربنا. الراجل والست. ما انما كنتش انت عايزة كان معاكي. منه غير كده. انا انت يا انا قلت له حبيبتي. انا قلت له اقعد في البيت، ما مم. تشتغلش، ما تروحش في حتة وما تخرجش وانا هعمل كل حاجة زي ما بعمل، بس تبقى حنين عليا. بالظبط. لا هو مش ما هيقدر فيش ده، الكلام ده. لان من بدايه العلاقه فهي العلاقه انا مبنيه على كذب. صح يا دكتور. يعني العلاقة كلها كذب في كذب. فرأيي ليك يا حبيبتي ده يتحط عليه علامة إكس ويتشال من حياتك خالص. وتسيبيه بقى لمراته ولدنيته ولحياته، وانت تشوفي ومشاكله حياتك. وحواراته كله حوارات بقى كتير بعيد قوي. عننا، بقى الكلام ده كله بعيد عننا. اكني بخيانته ما لمراته عرفتوش يعني. برافو عليك. هو ده اكنك ما عرفتوش، انما لو بتفكري ان انت ترجعي له. الصراحة يعني قبل لا ما اكلم حضرتك كنت لا بفكر لا الحقيقة لا يعني. لا 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 لا, لا. عارفة ليه؟ ليه؟ مش هيتغير، هيفضل كذاب. فانت حضرتك هتتعبي متأكد؟ نفسك. اه. اه طبعا متأكد. اللي يقدر يكذب الكذبة دي يا حبيبتي، صدقيني أي حاجة بيعملها بيكذب عليكي فيها. م- نزلت المريوطية دي ضلمة، فالباص بتاع الشركة عندي وقف م- وعطل. خلاص بقى نسمع اتمشى الحتة دي. طب ازاي؟ قال لي معلش. طب قال لي طب خدي. قلت له ما فيش تاكسيات هنا، نزلت المريوطية دي ما فيش حد بيعدي منها عشان بيبقى في لجنة قدام عند البنزينة. م- فبقول له، قال له معلش تعالى اقول لحضرتك حاجة يا دكتور وهتصدقني. م- انا ماسكة التليفون وبرن عليه م. متأكدة ان هو يقول لي مش هنزل. طب تسوى ايه ف- بقى ان انت اصلا عارفة ان هو مش هيعمل معاكي اي حاجة بيعملها راجل مع مراته؟ دي ايوه. لوحدها الحب يغطي عليها. الحاجات دي حب ايه وبتاع ايه اللي بتقوليه؟ يعني في حد ذاتها قصة كبيرة. فانت يا حبيبتي يعني شوفي نفسك، شوفي بنتك، شوفي مستقبلك. ربنا كرمنا لا ده بحد يكون انا جدع فوق خلاص دماغنا حضرتك نشيله. بعد الكلام. انت حضرتك قلت الكلام اللي بيحصل معايا قبل ما اقوله اصلا، فانا بجد بشكرك بشكرك العفو يا جدا. حبيبتي، وانا وربنا يوفقك. اساسا وإن شاء الله اللي ما جاي يكون فضفضتش أحسن مع حد ليكم. وحياة ربنا، ولا اتكلمت مع اي حد حتى اهلي. طب في ايه؟ مش في، انا ما اتكلمش غير مع حضرتك. إن شاء الله تكوني واقول استفدتي من لحضرتك حاجة المكالمة تاني. بأي حاجة. اتفضلي. انا اصلا وحياة ربنا انا كنت بفكر ان انا ارجع. لا 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 بس لا لا. بجد بجد
لا. متشكرة جدا جدا جدا. العفو يا حبيبتي، متشكرة يا العفو. فندم. مع اتفضلي السلامة. اتفضلي، مع شكرا، السلامة. اتفضلي.